35 ابو 120 ب 35. العزا الستار والمفارش يا رايس. بيع عرايس بخمسة بخمسة. اهلا اهلا بالحلوين وفيديو جديد وجولة جديدة من فيديوهات سوق الخميس. والنهاردة احنا هنا في وش مسجد مستشفى المطرية. المبنى اللي قدامك ده المسجد، هتدي ظهرك للمسجد هتلاقي حارة صغيرة وعلى ناصيتها مفروشات الست هنا زي ما انتوا شايفين كده. علامات مميزة جدا للدخلة دي، عشان الدخلة دي مهمة جدا جدا لكل اللي عايزة تجدد بيتها او كمان عايزة تشتري قماش عشان تفصل الزالات لرمضان. كل سنة وانتوا طيبين. اول فرشه هتلاقيها على ايدك اليمين كده، عندها شويه قماش عسل بجد احلى من بعض كلهم. الخامه حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم كل رسمه خامتها مختلفه في تقلها عن التانية شويه، وده بيرجع للطباعه طبعا. بس بصراحه اللي هو النقش العربي اللي انتوا شايفينهم دول خامتهم حلوه جدا، وفي الفسكوس بتاعها محمل كده. اي متر على فكره ب40، معرفش انا قلت ولا لا. عندهم شوية حاجات حلوة قوي. ناس اللي عايزة تفصل إسدالات والله يا بلاش يا بلاش بجد. الحقوا القماشة دي، وايه بقى امتار زي ما انتوا عاوزين يعني، ولا بواقي ولا فضلات ولا اي حاجة، ولا مفيش من الحتة دي غير متر لا امتار. بصوا الراجل ما شاء الله في ايده امتار طويلة جدا ما شاء الله. اللي عايزة تاخد ليها ولمامتها بقى ايه، كل سنة وانتوا طيبين، شهيصوا نفسكم على الاخر. انزلي سوق الخميس وهاتوا شوية قماش يجنن. في كمان قماشة كانت سادة كده مضلعة لونها اسود، تنفع جدا جدا لو عايزة تعملي بيها ست كاملة او سوت يعني كده، او كارديجان بقى وبنطلون كده وايد ليج ولا حاجة، انتوا دماغكم بقى. بس هي فعلا عجبتني. بصوا اهي، حتى والله ممكن يتعمل منها مثلا، يعني انا شايفاها كده في العبايات الخليجي اللي هي كم واسع دي، برضو تبقى لطيفة جدا، لان هي خامتها تمشي كده وكده. يعني لو عباية شتوية شوية تبقى لطيفة برضو. وطبعا برضو اللي عايز يعمل منها اسدال، كل واحد يا جماعة ودماغه. ماشي، هحاول اقرب لكم منها شوية تشوفوها اكتر. بصوا يعني دي تفاصيلها على قد ما قدرت. خامتها زي ما قلت لكم محمله شويه، تمشي شتوي اكتر. بس بجد حلوه قوي ان يبقى المتر منها ب40 جنيه، حكايه الصراحه. فبصراحه من اول الشارع كده وانتوا يعني هتشوفوا حاجات حلوه جدا تعجبكم ان شاء الله. بس اهم حاجه العلامه المميزه مسجد مستشفى المطريه. هتدي ظهرك للمسجد هتلاقي في وشك كده مفروشات الست هنا. ادخلي في الحاره الصغيره دي وهتشوفي كل الحاجات بقى. الناس اللي غاويه تفصيل يعني هيتبسطوا جدا هنا. انا عايزه اقول لكم في لقط الناس بتخطفها من بعض حرفيا. يعني في حاجات لو فكرتي خلاص شكرا كان غيرك خدها. حصل معايا الموقف، هحكي لكم الموقف بالظبط بالتفصيل وانا واقفه عند الفرشه بتاعته. بس هقول لكم هنا دي بقى الجوبرات من اول 5 جنيه. الناس اللي بتفصل مثلا عبايات سمرة وعايزه تحط لها تشكيل على الكم، الناس اللي بتعمل ملايات وعايزه تعمل لها كنار، بتدخل بقى صدف منقوش وتبقى فواصل وكده زي ما انتوا عاوزين يا جماعه. بواقي الفرو والحاجات دي بتبقى بالحته. وعندها برضو جوبيرات كتير زي ما انتوا شايفين. ده المتر فيها ب20، وفي حاجات المتر قولوا معايا ب15، وفي ب5، وفي ب10، وفي بصوا ده مثلا ب15. تشكيل كبير بقى زي ما انتوا عاوزين. يعني هي معاها بص الرفيعين دول بيبقوا ب10. بصراحة دي عجباني قوي، رقيقة كده وشيك. ولو دخلت على لون اسود هتبقى حلوة قوي، اللي هي البيج الكافيه دي حلوة جدا. برضو دول في الملايات حلوين قوي، يعني بشوفهم متركبين ومعمولين في الملايات اللي هي السادة خالص اللي نازلة بكرانيش. انتوا خيالكم بقى بجد فعلا في حاجات حلوة قوي، بس فرصتها اكتر للي بيعرفوا يفصلوا. برضو الناس اللي عايزة تجيب قماش خيامية لرمضان، عندي لكم فكرة حلوة قوي قوي قوي. طبعا قماش الخيامية مالي السوق زي ما انتوا شايفين، ومن اول 12 جنيه بس. طبعا ابو 12 جنيه ده ما خالص بايظ خالص، يعني حاجة كده عاملة زي الشاش والوانها باهتة جدا. فبصوا من اول 40 جنيه حلوة قوي. يعني القماشة دي عرض 160 حلوة جدا ب40 جنيه. بس انا هقول لكم انا جبت ازاي. ماشي، والله جت معايا كده، بس لما فكرت فيها قلت لا طبعا ان انا اجيبها من قماش الملايات افضل كتير. قولولي ليه، هقولكوا ليه. بصوا، اولا دي عرض 160، طب في الملاية عرض 2.5 متر. عرض ايه؟ 2.5 متر. فانتي كده خدتي متر زيادة طول بقى. كل ما اشتريتي مترين 3، انتي بتزودي متر زيادة كل متر. والسعر كام بقى؟ 45 جنيه.
فاهمين قصدي؟ يعني اللي قدامكم دي عرض 160 وبكام؟ ب40 جنيه المتر. طيب لما نوصل بقى عند بتاع الملايات هوريكي انا اقصد ايه. انا اشتريت منه بالطريقه دي، مش عشان اللي اكبر ولا حاجه، لا الخامه اتقل بكتير. ولو انا عايزه اعملها مثلا بقى اعمل منها للكنب للانتريه للترابيزات هتديني تفصيل اكتر، هتوسع معايا وتفرق معايا بقى. اعمل ترابيزه مربعه، اعمل مش عارف كفر للكنبه، انا ودماغي بقى. يعني انت معاكي لو خدت 2 متر هم فيهم اوريدي 2 متر زياده عن اللي بتتباع في السوق. بس تعالوا بقى الفرشه دي عجبتني. الراجل اللي كان عنده قماش اللي هو الخيامية ب40 كان معاه قماش ستان تركي ب35. القطعة اللي هو الراجل بيقص منها دي بقى، يعني انا فكرت الوهلة كده قلت دي ب35 جنيه بس. اولا دي قطيفة مضلعة، طب ما اخد منها 3 متر ب100 جنيه. يعني اعملهم كده ايه للكفر، يعني ككفر كده للانتري. بصوا عاملة ازاي. انا فكرت بس مجرد ما فكرت شكرا. يعني انا والست اللي جنبي بنتشاور، هي قالت انا عايزه 6 متر، فانا قلت لها انت هتعملي بيها ايه؟ قالت والله كل واحد ودماغه. فقلت خلاص انا هاخد منها 3 متر اعملهم على الشيلت بتاعه الانتريه على القاعده كده تحفه. مجرد ما فكرت راحت الست قالت بدل ال6 خليهم 12، راحت واخداها كلها. يعني انا لو كنت نطقت بدل ما افكر مع نفسي وقلت للراجل هات 3 متر، كنت انا خدت 3 متر ب100 جنيه. طبعا هي سبقت وقالت للراجل لا، بدل ما تقطع 6 خليهم 12. قيسها كده، راح قاسها قال لها دي 12، اطلع خدها على بعضها. مبروك عليها تتهنى بيها. بس بصراحه كنت عايزه منها جدا، رخيصه جدا جدا وليها وبره كده قطيفه حلوه قوي. المهم عشان ما لخبطكوش بقى واقول لكم الاسعار، القطعه اللي في ايدي دي المتر ب50، دي كانت 3 متر، حد خدها ب150 كده على بعضها. بصوا ميزة الشارع ده ان هو بالحتة كده. طبعا لو حتة كبيرة زي اللي كانت 12 متر عايزة منها 2 3 هيديكي عادي، لكن لو هي اصلا 3 ما تقوليش اديله 2 متر وسيب متر عندك، لا. فاهمين الفكرة؟ لو حتة صغيرة بتاخديها على بعضها، لو ينفع يقص منها بيقص منها. تعالوا بقى عند بتاع الملايات وهقول لكم بقى. اولا اي متر ملايات ب40 جنيه، متر عرض 2.5 متر. حلو الكلام، حلو الكلام. فانا لقيت عنده قماش خياميه، انا اول مره اشوف طبعا قماش خياميه عند بتاع الملايات، فلفت نظري انا المفروض عايزه اجيب. فقماش الملايات اولا عنده خامته حلوه قوي قوي، عنده كده نقشات راقيه جدا وشيك جدا، تنفع جدا تعملي منها كفر لحاف، تعملي منها بقى ملايات زي ما انتي عايزه. في ناس بتوسع مداركها كده وتفكر بره الصندوق وتعمل منها كوشن. فجت في راسي بقى ايه ده، قماش خياميه اكيد مش هيتعمل ملايه. عرض كام ده يا محمد؟ قال لي ده عرض 2.5 متر. قلت بس عرض 2.5 متر بكام المتر؟ قال لي ب45 جنيه. اي متر ملايه ب40 وقماش الخياميه 45. قلت ده في فرق متر على اساس 5 جنيه زياده بس في السعر. ناهيكم بقى عن القماشه. اولا القماشه محمله جدا ما شاء الله، غير اللي بتتباع خالص في الخياميه، غير اللي هي بتتباع يعني كقماش خياميه، خفيفه جدا تمام. قطن حلو قوي، يعني مش قطن بقى اللي هو مش عارف ايه، لا بس خامتها حلوه، مش بوليستر مش بلاستيك. فبصراحه فكره حلوه قوي ونفذوها. يعني اللي عايزه تجيب هاتي من بتاع الملايات. كخامه احلى. في كمان عنده النقشه دي برضو، الناس اللي مش عايزه النقشه الخياميه القديمه، في كمان النقشه الخياميه اللي على ازرق، في كل اللي انتوا عاوزينه. عرض 2.5 متر يا جماعه، بتاخدي المتر فيها ب45 جنيه، يعني الدبل من اللي بتتباع في السوق ب40 جنيه تقريبا. ولكم حرية الاختيار. دي كانت فكرة انا نفذتها وقلت اقول لكم عليها، لانها بتفرق طبعا معاكم كتير جدا لما بتيجوا تقسموها بقى عشان تعملوا منها للترابيزات والانتريه والحاجات دي. الفرشة دي زحمة زحمة زحمة، قلت اشوف هم مزاحمين على ايه. اتاري في ستان هنا بيتباع المتر ب50 جنيه، ستان سادة ومنقوش. فالناس معرفش الستان الاسود ده بصراحة كانوا كلهم بياخدوا منه ليه، مش عارفة، ممكن يكونوا بيفصلوا منه فساتين سواريه او حاجة. انا قلت اقول لكم برضو. والقماش العادي اللي هو الفسكوز ب35 بس بواقي، يعني مفيش حتة 3 متر على بعض. بعد كده قماش اللي في ايدي ده حاجة كده عاملة زي الكتان بس مضفرة وتقيلة كده، المتر فيها ب50 جنيه. المتر بكام؟
ب50 جنيه. قدام سيكا هنقابلها ب75 جنيه، بس الفكرة ان دي من توب ودي حتة كده 4 متر وربع، هي دي اللي باقي عنده وهتتاخد على بعضها. تمام. الفكرة هنا في السوق في ان الحتة قد ايه، يعني هيقص منها ويديكي بيبقى بسعر، وانها تبقى على بعضها كده بتبقى سعرها اقل، لان خلاص ما ينفعش يقسمها على زبونين، هو واحد بس اللي يشيلها. الستائر اللي قدامكم دي اي متر فيها ب40 جنيه، والصراحة ان ده احلى شارع في سوق الخميس على بعضه. ده بالنسبة للناس اللي عايزة تجيب حاجات عشان بقى رمضان وتجددي شكل بيتك كده، الناس اللي عايزة تفصل إسدالات، الناس اللي عايزة تجدد الستاير، كمان لو عايزين تعملوا كوشنز شكل رمضاني حلو وفي نفس الوقت تمشي معاكي موسم رمضان وغير رمضان، هوديكي بقى آخر الشارع ده حتة كده عنده شوية قماش، يعني للنظرة الأولى كده انت هتفرشيه في رمضان وتخلصي بعد كده رمضان تسيبيه عادي يمشي معاكي عادي وتحفة. ده المتر فيها ب70، شبيهة للي كنت بقولكوا عليها ب50 جنيه، بس هنا أطوال كبيرة يعني. برضو القماشات اللي عند الراجل ده عجباني قوي، انها حلوة جدا، تعملوا منها مثلا مخدات شتوي، كيس مخدات يعني، تعملوا منها مثلا كفر للسرير، حلوة قوي. ليه بقى؟ خامتها حلوة 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 الى ما لا نهاية، حاجة كده قطيفة مضلعة زي ما انتوا شايفين. المتر فيها ب80 جنيه، في مشجر وفي سادة زي ما انتوا شايفين. ولو عرضها ما ينفعش مثلا لملاية سرير، تقدري ان انت تعملي منها اكياس مخدات مثلا، تشكلي منها زي ما انتوا عاوزين بقى، يعني انتوا خيالكم ماشي. القماشة دي بقى بيبيعوا منها ب60 جنيه المتر، معرفش الصراحة ممكن يتعمل منها ايه، ممكن بيجامات اطفال ولا حاجة، دفايات للبيت اطفال وكبار على حسب يعني كل واحد ودماغه. وده محل الستاير اللي بقولكوا بيطلع قماشات كده المتر ب50 جنيه، هو اصلا مقصقصها امتار، يعني تحس ان الحتة مربعة كده، متر مربع ماشي. بصوا اشكالهم بقى، فيهم شوية اشكال حلوة جدا. بصوا السيناوي البدوي دي، وتحسوها كتان شوية كده بس محملة قوي بجد، شوية اشكال خيالية، عنده حبة رسومات حلوة جدا. كل مرة بعدي عليه بيعجبني الحاجات اللي مخرجها قوي. هوريكم كل الاشكال اللي هو مطلعها، المتر فيها ب50، ومطلع ستاير تقيلة شتوي برضو المتر ب100، حاجة حلوة قوي. هوريكوا ده هوريكوا ده. بالمناسبة ستاير المتر ب100 دي عرض 3 متر تمام. بصوا دي حلوة ازاي، والله الخامة حلوة قوي قوي بتاعت الراجل ده. وفي حتت مش متر واحد، يعني في حتت متر وفي حتت بتبقى اكبر شوية على حسب هو بيقيس. المتر فيها ب50، دي اللي بحكي لكم عليها انها تنفع جدا جدا لرمضان، يعني انت تجيبيها وتفصليها وتفرشيها في رمضان، بعد كده ما تشيلهاش بقى. او لو هتعملي منها كمان كفر للركنة، لان في منها كذا حتة، يا سلام عليها دي لما تعملي منها كفر للركنة، حلوة جدا. على حسب طبعا لون البيت عندك تاخدي اي شكل، بس هم بصراحة كلهم احلى من بعض. طبعا انا عارفة ان انا رغيت كتير في الفيديو ده، لكن فعلا بجد الناس اللي عايزة تجدد شكل بيتها بأبسط الاشياء، عليكوا على الشارع ده. ابسط حاجة هتظهر في بيتك، ابسط حاجة هتديله شكل ورونق جديد كده على دخلة رمضان ودخلة العيد، كل سنة وانتوا طيبين، بحاجات بسيطة جدا. يعني لو جبتي مترين من دول ب100 جنيه وعملتي 4 كوشن ولا حاجة، انتي عملتي حاجة جديدة، فاهمين قصدي؟ فبصراحة لا، يعني لما تنزلوا سوق الخميس اوعي يفوتك الشارع ده بأي شكل. ولما عجبك حاجة يعني لما تبقى فرصة ما تسيبهاش، لان انا فعلا زعلت قوي على القماش، مجرد ما فكرت بس كانت الست خلاص خدت القرار انها تاخدها على بعضها، مبروك عليها يعني. بس فعلا لما تلاقوا حاجة لقطة ما تسيبوهاش، ما تترددوش. بصوا كل ده بحاول افرجكم على كمية الالوان اللي موجودة على الفرش ده، كلهم احلى من بعض، كلهم بصراحة احلى من بعض كاشكال والوان وخامة. الخامة حاجة تانية بجد. بصوا يعني دول مثلا اشكال، بصوا اللي على بيج دي حلوة ازاي، حلوة جدا ما شاء الله. يعني لو ديكور بيتك على بنيات كافيهات بيجات وعملتي منها شوية كوشن هتعجبكم. دي الستارة اللي بحكي لكم عليها ب100، وعندها برضو الهامر المتر ب90، اللي هو القطيفة الهامر برضو عندها موجود. بصوا حلوة قوي قوي قوي، وخامتها تقيلة وجميلة في نفس الوقت. هي يعني رصاصي غامق قوي، واللي فيها ده كافيه،
فبجد تحفه. المتر بتاعها ب100 جنيه، حاجه تحفه. وزي ما قلت لكم في قطيفه همر تقريبا كانت ب90 جنيه، معرفش انا مصوراها، انا فاكراها، معرفش هتيجي في المقطع ده ولا لا. بس انا اكتر حاجه عجباني الجراي دي، خياليه الصراحه. جراي في كافيه، هي في كافيه اهي، افتكرت الستاره اهي دي ب90 جنيه المتر. تمام. وفي منها زي ما انتوا شايفين، يعني لو انتي عايزه 6-7 متر موجود. هي الست ما شاء الله يعني، هو ساعات بيبقى راجل وساعات بيبقى ست اللي قاعدين في المحل، فعلى حسب يعني مين موجود فيهم. في وشهم على طول الراجل معاه قماشه. انا مش عارفه القماشه دي عباره عن ايه، هي حاجه كده مبطنه وفيها تطريز جامد قوي، فمديها تقل. بكام بقى؟ ب75 جنيه. بقول له تنفع في ايه؟ قال لي تنفع في اي حاجه. فهي عرض 1.60 متر، ماشي، بس تقيله قوي ومبطنه. فدي اعتقد ان انتوا لو خدتوها وقصيتوا منها كفرات كده للكنب او للانتريه هتبقى حلوه قوي وهتقعد تثبت يعني. وبرضه انتوا فكروا بقى، يعني الواحد لما بيشوف الحاجة كده ويشوف هو مثلا محتاج ايه ويعمل منها ازاي، يعني بيجيله افكار في دماغه كتير. فانتوا بقى ايه ودماغكم وخيالكم، بجد الشارع هيديكوا افكار كتير حلوة جدا تجددوا بيها شكل بيوتكم، وتعملوا بيها من ابسط الاشياء ومن الحاجات اللي سعرها بسيط وعلى قد الايد، تطلعوا منها حاجة حلوة للبيت، تغيروا بيها شكل البيت على دخلة رمضان ان شاء الله. يعني دي لو عريضة شوية بتهيألي كانت تبقى، لانها محملة قوي، تبقى مثلا مش عارفة تنفع كوفرتة ولا لا، حاساها تقيلة قوي انها تبقى كوفرتة، خصوصا ان هي عليها تطريز تقيل كده. مش عارفة الصراحة، هي جت معايا كفر انتري فقط، يعني ما جاش معايا حاجة تاني ممكن تتعمل بيها اكتر من كده. والتشكيل بقى اللي عنده يعني على حسب، بس دي كانت المتر بتاعها ب75 جنيه زي ما قلت لكم تقريبا كده. ده كان هيبقى اخر مقطع في الفيديو. والراجل ده بيبيع المتر هنا ب60. الخامة دي حلوة قوي لو هتعملي منها بيجامات للبيت او جلاليب بيتي او زي ما انتوا عاوزين. بس هي الفكرة انها كنت بفكر لو تنفع مثلا يتعمل منها دفاية للسرير، لان هي خامتها حلوة قوي، بس طلع ما ينفعش انها عرض 1.60 متر. ف1.60 متر ده ما ينفعش، اقل حاجة 2.5 متر عشان تعملي منها حاجة كملاية او كدفاية او كده يعني. كده حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. من رضاكم ما تنسوش يا امارات تحطوا لايك للفيديو، والناس اللي بتشوفني لاول مرة ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.